أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. صينية الحبايب، وما أدراكم ما صينية الحبايب. الصينية دي والله يا اخوانا حرفيا اتكتب فيها أشعار من كتر جمالها وحلاوتها ولذتها ولونها وطعمها وريحتها. بجد وهمية. بعتذر جدا في الأول طبعا لو الفيديو طال مني شوية، بس أنا حبيت ألملكوا الليلة دي كلها في فيديو واحد عشان يبقى كل حاجة قدامكم كده. نعملها احنا في البيت، مهما تكلفيها في البيت مش هتيجي بربع تكلفة بره. وتعالوا بقى نشوف اول حاجة كده نعمل تتبيلة وهمية خطيرة للفراخ بتاعتنا من غير فحم ولا دخان. هنعمل احلى تتبيلة وهمية كمان. اول حاجة كده نتبل الفراخ بتاعتنا. انا عايزة عصير بصل، حوالي كوباية من عصير البصل. هجيب بصلاية كبيرة كده واحط عليها حوالي نص كوباية من المية وافرمها ناعم جدا، يا اما في الخلاط يا اما في الكب. بعد كده هجيب مصفى واحاول ان انا اصفي البصل بتاعي كويس جدا. التفل ده انا مش عايزاه، انا عايزه عصير البصل بس. تمام. التفل كمان مش هرميه، هغلفه واسيبه في التلاجة. هعمل بيه الرز الاصفر بتاع المشاوي. بعد كده جبت معلقه كده مليانه من الثوم المهروس، وكمان معلقه كبيره مليانه من بهارات الفراخ المشويه، ومعلقه من مرقة الدجاج الفورية، ومعلقة من بهارات الكفتة المشوية، معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من البابريكا المدخنة. وبعد كده عندي معلقة من الشطة تكون كبيرة، أو هرسة شطة، أو الصوص الحار الموجود عندك. خلاص. بعد كده هنزل بمعلقة من الخل، وكمان معلقة من الزيت. هضطر أنسكة الفراخ معانا. معلقة صغيرة من العسل الأبيض بيدي لون حلو جدا للفراخ زي ما شفنا كده مع بعض. بعد كده هجيب الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين. هجيب الصدر افتحه نصين كده بالشكل اللي انتوا شفتوه ده ليه بقى؟ عشان حتى لو انت عامله فرخه كبيره حجمها كبير، او الصدر عندك حجمه كبير، الحركه دي بتخلي انسجه الفراخ او الصدر كده لحمه بيبقى طري وناعم ودايب ويستوي معاكي بسرعه. حرفيا هياخد نص الوقت اللي انت كنت بتشوي فيه الفراخ قبل كده. لو كنت بتشويها في ساعه، الحركه دي او الطريقه دي هتخليكي تشوي الفراخ في نص ساعه بس. هنجيب الصدر زي ما شفنا كده نفتحه نصين، وهنحاول نعمل فيه فتحات في كل حته في الفرخه، يعني زي اللي بنشرحها كده ببوز سكينه رفيع كده. نحاول ان احنا نشرح الفرخه بتاعتنا من جوه ومن بره كمان. خلاص. يبقى كده هنضمن الفراخ بتاعتنا تطلع مستوية 100% وفي اقل وقت ممكن، وكمان التتبيلة تدخل جوه الفتحات دي، واللحم يبقى متشبع بالطعم الحلو بتاع التتبيلة. كمان في الجناح كده او الكتف برضو هنعمل فيه فتحات، يعني حرفيا مش هنسيب فتفوتة في الفرخة غير لما نغرز بوز السكينة فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده هنعمل الصدر بالطريقة دي. الوراك برضو هنعملها بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض. عندي بقى التتبيلة كل ربع هشرحه او هفتحه كده، هتبله كويس جدا، وهحاول اشبع الفتحات دي بالتتبيله بتاعتنا. خلاص كده هنيجي بقى للوراك. هنرفع الجلد كده عشان هنعمل فتحات تحت الجلد في اللحم نفسه زي ما قلت لكم، لان انا عايزه الفراخ تكون متشبعه بالتتبيله بتاعتنا، مش مجرد لون على الوش وخلاص، او مجرد ان احنا نعناه في التتبيله وخلاص. على كده تيجي تشوي الفرخه تاكليها تحس ان هي فراخ مشوية يعني اتشوت من بره، لكن من جوه مفيش فيها اي طعم. خلاص. احنا هنفتحها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في كل مكان. برضو في الورك هاجي عند العضماية اللي بيكون فيها الدم ده اهي، هفصل العظم عن اللحم كده ببوز السكينة. برضو شايفين انا بشرحها ازاي؟ ما سبتش حتة فيها، ما غرستش السكينة فيها. خلاص. وهروح برضو على التتبيلة اتبل كل كمية الفراخ بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها معايا في الفيديو دي. كل ربع هتبل ربع كل ربع هتبله احطه في طبق، واتبل الربع اللي بعده عشان ما احطهمش فوق بعضيهم كده. لا، انا عايزه امسك ربع كده اشبعه بالتتبيله كويس جدا. الربع اللي اتبله احطه في طبق تاني، وبعد كده هرصهم فوق بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهشد عليها ستريتش هبيتها في التلاجة لمدة ليلة كاملة. الفراخ لما تبات في التتبيله لمده ليله كامله بتطري انسجه الفراخ وبتشبع بالتتبيله الحلوه اللي احنا عاملينها دي، وكمان متاخدش وقت معاكي في التسويه، تبقى اللحم بتاعها يبقى دايب وناعم ودايب دوب كده. السر بقى بتاع المطاعم او المحلات الفراخ المشويه
الفراخ بتاعتهم بتبقى مستوية، ان هما بيستخدموا فراخ مجمدة مش فراخ تكون طازة، يعني الفراخ تكون اتحطت في الفريزر قبلها بوقت وبعد كده بيتبلوها ويشوها بالشكل ده، بتاخد حرفيا نص الوقت اللي كانت بتتشوى فيه، وكمان بتبقى الفراخ دايبة وناعمة. بالنسبة بقى للرز، عندي هنا الرز بتاعي اللي هو الرز البسمتي اللي هو طويل الحبة ده، عندي هنا نص كيلو. هنقعه في المية. انا هنا لقيت المية لونها غامق قوي فغيرت عليه المية، مش هغسله خالص. الرز البسمتي مش بتغسل زي الرز العادي المصري عشان ما يتكسرش معاكي. لقيت المية غامقة قوي فغيرت عليه المية وحطيت مية نظيفة وحطيت معلقة بس من الخل. هسيبه منقوع في المية من مدة من ساعة لساعة ونص. خلاص بس كده. هنقع بقى الرز بتاعي، سيبوه عشان اولا الكمية بتاعة الرز بتزيد معاكي، وكمان حبات الرز بتفتح كده. يعني شوفوا احنا كنا عاملين كمية قد ايه، الربع كيلو النص كيلو ده بيبقى كيلو من الرز بعد النقع وبعد التسوية. خلاص، او اكتر كمان من كيلو. بعد كده عندي التومية. لو صلصة التومية، عندي هنا كوبايتين من المية عليهم 3 معالق من النشا تكون مليانة كده هرمية، وهدوبهم مع بعض كويس جدا. هنرفعهم على النار لحد ما تعمل زي مهلبية كده، القوام بتاعها يقعد كده. خلاص، على النار هادية طبعا عشان ما تتحرقش معاكي، تبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بنرفعها على النار بيبقى قوامها رابط كده بس مش بتبقى كتلة. خلاص، هنسيبها في درجة حرارة المطبخ كده تبرد تماما لحد ما تبقى كتلة متجمدة. انا عايزة استخدمها تكون باردة. نحضر بقى المرحلة التانية اللي هي صلصة التومية. عندي كوباية من المية، يعني كوبايتين النشا اللي احنا عملناهم هتاخد كوباية من المية، عصرة ليمونة ومعلقة من الخل ومعلقة صغيرة مليانة من التوم المهروس. كل ما زودت التوم طبعا في التومية طعمها بيبقى احلى كتير. بعد كده اخدهم على الكبة، افرمهم ناعم كويس جدا مع معلقة طبعا من الملح ورشة كده من السكر عشان نظبط الطعم. افرمهم مع بعض كويس جدا الاول، وبعد كده هزود عليها النشا بعد ما اتجمدت زي ما انتوا شفتوا كده. اروح افرمهم مع بعض، هيبقى تاخد معايا القوام ده. عندي حوالي نص كوبايه من الزيت هنزل بيها على دفعات. هزود الزيت واحده واحده، شويه زيت واروح اضرب وشويه واضرب تاني. عايزه بقى اللون يبقى لونه زي اللبن الحليب كده او زي الكريمه، هتزودي معلقه، اما معلقه من المايونيز او معلقه من الزبادي، بتخلي اللون بتاعها لونه زي الكريمه كده. خلاص، انا ما كانش عندي لا ده ولا ده، بعملها كده مفيش اي مشكله. خلاص، عملت نص الكميه توميه ساده كده زي ما شفتوا، والنص التاني حطيته في الكبه وحطيت عليه حوالي معلقه كبيره مليانه من الشطه او هريسه شطه المتوفر عندك، ومعلقه من البابريكا المدخنه بتديلها برضو طعم وريحه حلوه. بقى عندي كده التوميه الحاره والتوميه اللي هي العاديه، وقدمتها كده زي ما انتوا شايفين. خلاص، التومية بقت جاهزة عندي بمنتهى السهولة. احلى واطعم والذ تومية ممكن تعمليها، سهلة وسريعة كده في دقيقتين بس بتحضري. عندي الفراخ بتاعتي بعد ما قعدت ليلة كاملة في التتبيلة، هجيب الشواية دي بتاعت اللي انتوا شايفينها وهرص فيها الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وافردها كويس جدا بالشكل ده، وهقفل عليها الشواية بالمسك بتاعها. شايفين الصدر انا حطاه مفرود مش مقفول على بعضه كده عشان ما ياخدش وقت في التسوية، وكمان يديلنا لون حلو كده. التجزيعة بتاعة الشواية دي بيبقى عاطية شكل حلو في الفراخ بعد ما تتشوي. هقفل عليها المسك بتاعها وادخلها الفرن على درجة حرارة عالية من فوق ومن تحت الشواية، وهحط تحت الفراخ صينية يكون فيها مية عشان المية لما بتسخن بتطلع بخار على الفراخ فبتخليها جوسي وطرية متبقاش ناشفة. خلاص، اسيبها تاخد تقريبا بالظبط نص ساعة ويمكن اقل كمان، عشان التتبيلة اللي احنا عملناها فيها والفتحات بتقلل مدة التسوية جدا. طبعا بقلبها على الناحيتين كده طول ما هي في الفرن، ما بسيبهاش على ناحية واحدة. نيجي بقى نحضر الرز الاصفر بتاع المشاوي. عندي هنا في حلة على النار اخدت فيها حوالي كده شوية من الزيت. الرز البسمتي بيحب الزيت شوية زيادة عن الرز المصري العادي عشان يبقى مفلفل معاكي وكمان معاه لمعة حلوة كده. ناخد بقى البصلايه اللي احنا كنا تبلنا بيها الفرخه، اللي انا قلت لكم اشيل التفل البصل ما رميناهوش زي ما انتوا شفتوا اهو، حطيته على الزيت وشوحتهم مع بعض لحد ما اخد لون ذهبي اصفر حلو كده.
برشة ملح. رشة الملح بتخليه يتكرمل معاكي بسرعة وياخد لون حلو. هنزل عليه بمعلقة كبيرة مليانة من الكركم ورشة من صفار الزعفران، بيدي لون حلو جدا، وبيبقى صفار الزعفران بيخلي لون الرز معاكي لونه واضح وحلو كده. فلفل اسود، بابريكا مدخنة، وكمان كزبرة ناشفة، ممكن حباية لومي، ورقة لورا، حبتين من الحبهان او الهيل، وبس كده خلاص. هنزل بيه باقي التتبيله اللي احنا كنا متبلين فيها الفراخ، بيبقى طعمها وهمي، الرز بيخلي طعم الرز وهمي جدا. مش عايزه تستخدمي التتبيله دي ممكن تضيفي معلقه كبيره مليانه من مرقه الدجاج الفوريه، او مكعبين من المرق كده على حسب كميه الرز اللي انت عاملاه. هزود ميه على حسب العقد الرز. كل كوبايه من الرز تاخد تقريبا كوبايتين من الميه، انا ما بعايرش، بعملها بالنظر كده. هسيب المية تغلي مع التوابل الحلوة دي غلوتين كده، وبعد كده هسقط الرز بعد ما كنا قعدته ساعة ونص وصفيته كويس جدا بمصفى. هسقط الرز في قلب المرقة اللي احنا عملناها، طبعا هنظبط الملح بتاعها، وهنسيبها الغطا متغطي كده حوالي تقريبا 5 دقايق على نار متوسطة لحد ما المية او المرقة تنشف. انا مش هفتح عليه غير لما المرقة اللي انتوا شايفينها دي تنشف معايا كده، اشوف ان هي نشفت خلاص هفتح الغطا وهديله تقليبه. يعني انا مش هاجي جنب الرز خالص، ولا هقلبه، ولا هعمل فيه اي حاجه غير لما الميه تنشف من عليه. تمام. كتر تقليب الرز البسمتي الحبايه بتاعته بتتكسر بسهوله جدا، وبيبقى شكله مش حلو. فاحنا هنسويه على نار متوسطه، شبه ميل، شبه هاديه كده، لحد ما الميه تنشف معانا. خلاص كده. ده بالنسبة كده للرز. نشف معانا بالشكل اللي احنا هنشوفه ده، هنبتدي ان احنا نديله تقليبة من تحت لفوق كده عشان برضو ما يتكسرش معانا. في الوقت ده لما الرز بتاعنا ينشف، هنديله تقليبة ونسيبه على نار هادية جدا شمعة لحد ما يستوي معانا تماما. خلاص كده. هو هنا كده المرقة بتاعته تقريبا شبه نشفت شوية. هنديله تقليبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت لكم ما نبالغش في التقليب عشان ما يتكسرش معانا. خلاص. هو كده معانا بقى مظبوط اهو، نص سوا تقريبا. هسيبه على النار هاديه حوالي 5 دقايق كمان، وبس كده يبقى الرز بتاعنا جاهز معانا. عندي بقى السلطه اللي هتتقدم مع المشويات، اي نوع مشويات. عندي هنا كزبره، جرجير، شرايح طماطم، وبس كده. هسيبها من غير اي توابل. البصل بقى اللي هيبقى فيه كل التوابل، هجيب البصل شرايح كده وهغسله كويس جدا بميه ساقعه، وانقعه شويه في ميه ساقعه، وبعد كده احط عليه معلقه من الخل، معلقه من عصير الليمون، كزبره، شطه، وبس كده. هضيفهم على بعض وبقت السلطه جاهزه معانا. عندي الفراخ بتاعتي بعد اتشوت حرفيا زي ما قلت لكم، اخدتش حوالي نص ساعه يمكن اقل كمان، بقت مشوية وجاهزة معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واخدة لون خطير جدا، تحفة، الريحة ما تتوصفش. بصي بقى، لا تقوليلي فراخ الحاتي، ولا تقوليلي المحل الفلاني ولا المحل العلاني ولا الكلام ده كله. مش هتاكلي فراخ مشوية بالطعم او اللذاذة دي حرفيا غير بالطريقة دي. جربي تعمليها بالطريقة دي، سهلة وسريعة، وكمان تتبيلتها بسيطة جدا، مفيش فيها غلبة كتير. كلها عبارة عن توابل، لكن ميكس حلو قوي من التوابل بيديها طعم ولون وريحة حلوة قوي. خلاص. الفراخ بقت مستوية. طبعا لما باجي ارفع الشبكة دي برفعها براحة عشان بتبقى لازقة في الفراخ، عشان الكفر اللي فوق ده يبقى شكله حلو وما يتقطعش او يبقى شكله مش حلو. قدمته كده في الاول بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده غرفت الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مفلفل ولونه تحفه. الكاميرا بجد ظالمه اللون، ومش مبينه اللون الحلو بتاعه الطبيعي. هقدمه بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، الفراخ على الرز كده. انا بحب اقدمه بالطريقه دي، مش بحب اعمله يعني كل طبق منفصل لوحده، لا بحب اعملها زي صينيه الحبايب كده. ووقت الاكل بقى كل واحد طبقه قدامه بياخد عليه الرز او الفراخ بتاعته، وطبق السلطه جنب الاكل طبعا. بس كده صينيه الحبايب بقت جاهزه معانا بالشكل ده. وكمان الصوصات عملناها بمنتهى السهوله. يا رب يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير
وان شاء الله اشوفكم على خير. على فكره انا هبطت جدا، الفيديو ده طويل بس الملكوا الوجبه كلها كده في فيديو واحد، ما يبقاش منفصلين عشان ما تتوهوش مني. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله اول باول وبالهنا والشفا. جربوها، ولو جربتوها بنفس الطريقه كده ما تنسوش تقولوا رايكم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.